لك كمالة لبقيت ايه الوينجز اللي موجودة في مصر. هيا بينا، يلا بينا. النهارده جبنا لكم الوينجز من اشهر 4 اماكن بيتزا في مصر. وبيتزا ستيشن، دومينوز بيتزا، بابا جونز بيتزا. تطلب بيتزا، مين اللي بتجيب معاها؟ وينجز. ليه ما جبناش وينجز؟ كفايه اكل، كفايه اكل، انا بموت. الناس دي مش عارفه ان انا بموت. الرسوم قدامنا الاربعه، ما ناكلهم دلوقتي عشان الساعه بقت 4 الفجر وانا مش قادر، انا تعبت. مش مستاهل احنا نجيبها لكم واحده واحده مع عينات صغيره، هنجربهم حتى هنقارنهم قدامكم ونقيمهم قدامكم ونشوف مين اللي يستحق يبقى نمبر 1. نبدا ببيتزا هات ال6 وينجز ب 90. ب 90. اكتر الاماكن اللي الناس بتحب فيها الوينجز هو بيتزا هات. كده دايما في الكرتونه دي ان تحسها بتاخد طعم بتلزق في طعم الوينجز. ده باربيكيو صوص. واو، ده براندنج حلو، مفيش كلام الصراحه، احلى من الناس اللي بتعمل وينجز اصلا. مش عجبني كله يعني. وده السبايسي اللي احنا طالبينه، ده البريدنج من بره سبايسي، السبايسز اللي عليه طبعا هو مش سبايسي خالص بالنسبه للي كنا بنعمل دوق. مش علاقه. انا بس عايز اقول حاجه. خش على اللي بعده، خش على اللي بعده، اقفل الفيديو. بس طعمه حلو قوي. الوينجز دايما بتاع البيتزا هات بيبقى تحسها واخده من طعم فراخ كي اف سي سن، نفس الاوريجينال بتاعت كي اف سي بس على نضيف، مش زي ما انت بتحبهاش في كي اف سي. هي كيف عندنا وينجز؟ ايه يلا وايه وايه يعني انت فهمتش اللي انا قلته اصلا؟ انت بتاكل عظم ولا ايه؟ باكل عظم. فيها روشه يا جدعان، بحبها فوق. على العموم بيتزا هات حلو حلو. انت بتعمل ايه يا كلب قاعد جنبي؟ انت بتاكل عظم. دي روشه. خش على اللي بعده. بابا جونز مع صوص الرانش اللي بيجي مع اي بيتزا، اللي احنا عارفينه صوص الرانش المميز بتاع بابا جونز. الستة هنا ب 75. واضح هنا مفيش اي كوتنج في السبايس خالص. واضح ان هي ممكن اوريكم فرق اللونين. بصوا بقى فرق اللونين باين، دي بتاعت بيتزا هات ودي بتاعت بابا جونز، فالفرق باين قوي يعني. بس هندوق دي طعمها عامل ازاي؟ ايه عادي، لا مش عجباني. لو جبت اي حته من الفرخه وحطيتها في الصوص ده هتبقى نفس الطعم. ده قصدي يعني. طعمها لو جبت يعني مش وحشه بس عاديه يعني، طعم البابا جونز طعم الفراخ العادي اللي موجود. ممكن لو جبت اي حته من الفرخه مشويه وحطيتها هنا هتبقى هي. صوص بابا جونز مش وحش ما عجبنيش بس مقارنه مع بيتزا هات يعني. اللي بعده نخش على دومينوز بيتزا 8 بيسز ب 8 بيسز ب 90. طبعا دي جايه من غير صوص يعني، كان شال له 2 بيسز زي الباقيين وحط له صوص. ده ايه يا عم ده؟ ودي هتبقى ربنا يستر لان هنا زي بابا جونز بس من غير صوص بقى. الموضوع ايه ده؟ انت عارف طعم ايه؟ لانشون حلواني، والله ما بهزر، ده لانشون حلواني. وحش قوي ان الجلد يشد معاك كده في الوينجز بالذات. لا لانشون مش حلواني، حلواني ده نضيف. التاني يا جدعان في لانشون تاني اللي هو تحسه فيه رمله. فيري باد. لا اسفل بابا جونز لانشون. بس انا عارف الطعم ده، انا امي كانت بتحط لي قاعده اشتكي لها، ولا بعد اذنك هاتي لانشون نضيف. بتسترخص يا عم. يا بالست انا بفهمها يعني، بس خير علينا عشان تعرف ان انا مش قايلها لها. وبر بوردي يعني بحب والدي قوي. بيتزا ستيشن 8 في بيتزا ستيشن ب 65 ومعاهم صوص ارخص واحد باربيكيو. واضح ان في بريدنج على الوينجز من بره. هفتح الصوص. بيتزا ستيشن ده امريكان كيتشن عامه اسمهم كلهم. ليه النهارده؟ ليه دلوقتي فوت؟ ليه دلوقتي فوت؟ انت ليه فوت ان هم امريكان كيتشن؟ نجربها دلوقتي ونشوف كده. الباربيكيو بتاعهم محروق سموك زياده قوي. هو مش حلو خالص. الباربيكيو ليه سموك كده؟ سموك ده قوي. هو في حاجه اسمها سموك باربيكيو، ده اللي بيتحط على البرجرز، زي اللي ممكن يبقى بيتحط على ميت، مش على البرجر اللي بتتبل بيه الميت وهي بتتشوي يعني. لا صعب برضو، طعمها وحش، الصوص وحش. بس خلينا دوت الوينجز لوحدها حلوه. الوينجز لوحدها على الاقل الجلدايه مش بتطلع لوحدها. كانت احسن مثلا من ايه اللي فاتوا؟ احسن من دومينوز توصل فاينل ماني وايز ما توصلش برضه فاينل حتى لا ليه 65 ما هي 60 8 وباربيكيو. هل اقارنها مع بيتزا هات وحلاوه بيتزا هات؟ صعب لا قوي. ما بيتزا هات 6 و90. بيتزا هات يكسب
انا حاسس بيتزا هات يكسب اصلا. بيتزا هات مش قادر احطه في مقارنه مع بيتزا ستيشن. بصوا يا جماعه بقى، انا الصراحه لما جربت الثلاثه التانيين بعيد عن بيتزا هات ما حسيتش الصراحه ان هم بحلاوه بيتزا هات دي. عرفت قد ايه فارقه فعلا لما دقت الثلاثه التانيين. يعني كنت فاكر عادي ممكن تبقى زيهم. بيتزا هات ما عندوش شده الوينجز، شده الجلد الوحشه بتاعت الحاجات التانية. البريدنج من بره حلو قوي وساعات بيبقى كرانشي من جوه، تتبيله الفراخ واضحه. حتى صوص الباربيكيو بتاعته جميل حلوه، لذيذ، مش سبايسي قوي ومش مفيش خالص، لا هو بالانسد جدا. واللي كان بيخاف ان الكرتونه مثلا بتاعت بيتزا هات تاثر على طعم الحاجه، ما بقتش. حاجه بقت كويسه جدا وطعمها حلو الصراحه، تحفه. حتى على سعره يعني الباقي كله التفاوت 15 ل 30 جنيه مثلا. 65 و90 فرق ده 25 جنيه. ادفعهم واخد حاجه حلوه الكواليتي بتاعتها نظيفه. وخلي بالك برضو لو بصينا على كله في الفيديو وشفنا حجم الوينجز باقيه بالنسبه لبيتزا هات، لا حجم الوينجز بتاع بيتزا هات اكبر. بصراحه شايف بيتزا هات كسب. طبعا الفيديو ده سريع جدا خفيف للمطاعم بتاعت البيتزا كده. عايزين نعمل مقارنات من مطاعم بتعمل حاجات تاني، قولوا لنا في الكومنتس. مثلا الويدجز بتاعت كذا مطعم، سبيشالتيز في اماكن برجرز مثلا بتعمل حاجات رينجز، في حاجات عايزين حاجات زي كده نجرب. تبقى ليها فيديوهات خفيفه سريعه كده بس. ودي كانت اخر حلقه في السيزون الاول من فود كورت. يا رب يكون السيزون عجبك. بلان لسيزون 2 نطور احسن، نكبر احسن. الشباب اللي ورا اتبسط معانا في سيزون 1. جو مستمر في الحلقات كلها. اعملوا لنا شير وسبسكرايب ولايك، وترجعوا تتفرجوا على الحلقات اللي انتوا ما شفتوهاش في السيزون 1 لحد كده ما نقابلكم ان شاء الله في سيزون 2. يلا بينا نشوفكم فود كورت سيزون 2 اللي هيبقى ضربه جامده جدا في الوطن العربي. عمرو قديمه تعمل معايا في القناه يطلع على ام بي سي مصر. اكشن يا دم. بس كده يلا سلام. نعمل اي حاجه بعد سيزون 1.